بنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هاد الفيديو حبيباتي كما قريتوا في العنوان. الطبلة ديالي تاع نهار اليوم راح يكون فيها أطباق جزائرية عاصمية. هو الطبق الأول عندنا شوربة بيضة، والطبق الثاني عندي جلبانة باللحم والقرنون. ونبداو الشوربة ديالنا اللي فيها حبة بصل مسكرفجة كما راكم تشوفوا، كنت رحيتها في البغا وطرف تاع الدجاج وشوية زيت ومغرفة تاع السمن. وبعد ما تقلاو لي بيان زدت لهم الحميصة والعود تاع القرفة. العود تاع القرفة يا البنات راح تجيكم شوربة تشهي. وفي لي زيبيس زدت لها الفلفل الكحل ولهنا درت 2 مغارف تاع الملح والمعدنوس، قليتهم مليح تاني. هنا راني نمرق فيها. تغلي لي نرمي لها هذاك الفرميسان، وفي العقدة بيان سور عندنا البيض تاع البيض وشويه معدنوس وعصرة تاع القارص كيما راكم تشوفوا لهنايا. البيض تاع البيض وزدت له المعدنوس ونزيد له عصرة تاع القارص، خلطوهم مليح. وكي تشوفوا شوربه ديالكم سيبون طابت وغلات مليح، طفوا عليها ورموا لها العقده. ومع هذيك الغليه الاخرانيه العقده ديالكم راح تجي بزاف هايله. فوالا، وهاي ليك هنايا بعد ما عقدتها هنا كنت طفيت عليها وراهي تاخد الغليه الاخرانيه. الطبق الثاني واللي هي جلبانه باللحم والقرنون كيما راكم تشوفوا. هنا درت نص حبه بصل، كان عندي البصل كبير سكرفشتو، ومغرفه تاع السمان، وعندي جلبانه والقرنون كيما شفتوا. لهنا درت 2 حبيبات، دونك هذاك القلب قسمته على 2 وحكيته بالقارص. الاولانيه حطيت اللحم ديالي وحطيت نص حبه كما قلت لكم تاع البصل المسكرفجه باسكو البصل ديالي كان كبير، ودرت مغرفه تاع السمن هكذايا، ونزيدوا عليهم مغرفه كبيره تاع الزيت كما راكم تشوفوا. لهنا عندي مغرفه تاع الحطب ونحطهم فوق النار قليله حتى يتقلاو لي مليح مليح هذاك اللحم وهذاك البصل. كيما راكم تشوفوا البصل ديالي خليته حتى يحمر كامل. نرمي لهم الجلبانه. وبالنسبه لي زيبيس عندي القرفه فلفل كحل والملح. فوالا هنايا بعد ما تقلاو لي مليح قلت لكم حطيت الجلبانه وهذوك الحبيبات تاع القرنون ديالي. كما قلت لكم كنت درت 2 قرنونات، وهذاك القلب كنت قسمته على 2 وحكيته بالقارص بيان سور باش يبيض لي باش ما يكحليش. فوالا هنا راني ندير في لي زيبيس. وبعد ما زادت قلات لي شويه كنت مرقتها وخليتها كما راكم تشوفوا. هنا راهي تغلي ونروحوا للعقده تاع الطبق الثاني تاني. العقده تاع الجلبانه ديالي فيها حبه بيض كامل مش كيما في الشوربه غير بياض البيض، وفيها المعدنوس وعصره قارص. راني ندير في ليسالي. هنا درت واحد المملحات يشبهوا البوراك تركي بصح هو ماشي بوراك تركي، دونك واحد المملحات راهم دايرين حاله ويجيو بزاف بنان. وفي التحليه درنا المحلبي، راني نحط لكم ان شاء الله لا فيديو ديالو. وكانت ماما دارت القطايف تاع المقله. وبالنسبه للقطايف تاع المقله كنت درت لكم الوصفه ديالها، دوك نخليها لكم في صندوق الوصف ادخلوا شوفوا. راني نوجد في الطابله ديالي دونك حطيت هذيك الشلاضه وهذوك المملحات اللي كنت درت فيهم فيان داشي والفرماج جاو بزاف بنان. وهذوك المملحات تاني كان دارتهم اختي تاني جاو بزاف بنان ومقرمشين. وهذه هي الشوربه البيضه ديالي اللي كنت درتها بالفرميسان، جات تشهي على البنات. ودوزيام بلا ديالي جلبانه بالقرنون واللحم، دونك جات الله الله عليها تشهي كيما قالت لي ماما جاتك كي تاع زمان. هي كانت الطابله ديالي تاع نهار اليوم، دونك درت فيها غير الحاجه البيضه. كدا انا نحب نبدل، ما نديرش غير الحاجه الحمراء، خطره شوربه بيضه خطره شوربه حمراء فريك ولا فغميسان ولا الحريره هكذا باش ما نكرهوش ونبدلو شويه. فالاطباق ديالي تاع نهار اليوم ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. جيت من التراويح كنت حطيت هذيك القهوه ديالي، وهذا هو المحلبي اللي كنا درناه والقطايف تاع المقله بيان سور. وفوالا البنات هذه هي كان الفيديو ديالي تاع نهار اليوم، جيسبر يكون عجبكم. دونك نقول لكم ما تنساونيش في الابوني وجام ابوني في لاباج انستغرام انسه زيباك، وما تنساونيش في لي كومونتير ديالكم هذوك الشابين، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايين. باي باي.